ما مش انا رفضت، لكن ظروف ما خلتني ما نكونش موجود، رغم اللي كانت الرجاء في الوقت هذاك في ازمه نتائج. عرفنا كيفاش نخرجوا بالفريق وتوجنا في اخر موسم زوز القاب. فريق الرجاء هو فريق من الفرق اللي دربتهم، لكن الفريق اللي توجت فيه 4 ألقاب اكيد باش يخلي علامه في مسيرتي وفي احساسي. أسوأ ذكرياتي مرتين يصير التخلي عن المعد البدني واحنا ندوزوا لدور المجموعات قال في النادي الرجاء. هي كانت نقولوا انيكدوت، كانت رجاء سبحان الله. جيت للرجاء مع سي الأسعد الزردة الشابي اللي نوجه له تحيه. ما كنتش نعرفه قبل، تعرفت عليه في الرجاء. خدمنا مع بعضنا. كانت عنده عقلية ألمانية، كان اشتغال احترافي، ورغم اللي كانت الرجاء في الوقت هذاك في أزمة نتائج، عرفنا كيفاش نخرجوا بالفريق وتوجنا في آخر موسم زوز ألقاب، لقب الكونفدرالية الأفريقية ولقب كأس العرب اللي لقب كبير وقتها في جاي بمناسبة عيد ميلاد ملك المغرب. شوف انا جيت رخيت الرجاء حاطه اوبجيكتيف باش تلعب على الالقاب هذم. سعينا لو ماكسيموم باش نوجدوا الفرقه ونوصلوا ليزوبجيكتيف نتاعنا. وفقنا ربي بالخدمه، فماش حاجه سهله. كنا نخدموا صباح وليل، كنا نحضروا كل صغيره وكبيره. حاولنا باش اللاعبين يكونوا قراب منا ويكون فما انسجام. حاولنا نكونوا كي العائله. كيف الإدارة وقتها زاد كانت قائمة بمجهود كبير. سي لاندولسي، سي خالد إبراهيمي، سي طنطاوي زاد كان ديما موجود. دونك هو عمل جماعي. اللاعبين استجابوا، واللاعبين كانت عندهم رغبة زاد باش يوصلوا للزوبجيكتيف هذوما، والحمد لله توجنا كيف في المرة هذه مع مدرب زيمباور كيف ألمانيا. بتاتر أنا عندي الزهر اللي خدمت مرتين مع عقلية ألمانية، خاطر الأسعد الزردة الشابي هو تونسي لكن بعقلية ألمانية، وزيمباور هو ألماني. كل ما كانت فما ريغور، كل ما كان فما ديسيبلين، كل ما يسهل الخدمة على المعد البدني، وكل ما تكون فما انطونت ما بين الستاف واللعابة إلى دير في البروجي، ويحاولوا يمشيوا الماكسيموم في البروجي ويوصلوا ليزوبجيكتيف اللي مرسومه. فريق الرجاء هو فريق من الفرق اللي دربتهم، لكن الفريق اللي توجت فيه 4 ألقاب اكيد باش يخلي علامه في مسيرتي وفي احساسي. جمهور الرجاء اللي كان ديما من اول مره جيت كان ديما يدعم فيا، وكل مره دعمه يزيد. اكيد هذا ما يتنساش. لكن يبقى عمر بنونيس معد بدني محترف، يشتغل بالعقل. وإن شاء الله كيما توجت مع الرجاء إن شاء الله نتوج